السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو طبعا برد جدا، والبرد ده عاوز حاجة تدفينا. طبعا مفيش احسن من كوباية هوت شوكليت سخنة كده زي اللي بنشربها في الكافيهات وبندفع فيها الشيء الفلاني. وبصراحة بيني وبينكم هي تستاهل، لانها حاجة سخنة ولذيذة ومغذية وبتدفي، وكل مكوناتها مفيدة جدا. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الكاكاو ده حاجة مفيدة جدا لجسم الانسان، وطبعا اللبن. واحنا بقى حاطين حاجات كمان اضافية، والحاجات الاضافية دي ممكن تحطيها وممكن تشيليها. تعالوا نسمي الله كده ونعمله مع بعضينا ونشوف ايه اللي ممكن نخليه في الهوت شوكليت وايه اللي ممكن نشيله منه. دلوقتي انا هجيب كوباية او بولة، هحط فيها معلقة صغيرة من النشا اللي هي معالق الشاي، ودي اساسي معانا. الحاجات بقى الاضافية، هحط نص معلقة من لبن البودر، هحط نص معلقة من الكريم شانتيه، معلقة من الشوكولاتة المبشورة. دي الحاجات الإضافية اللي معايا، ممكن تشيليها وتستغني عنها خالص. وحطيت معلقة من السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة. وحطيت معلقتين من الكاكاو، كاكاو غامق أو فاتح حسب ما تحبي، بس الكاكاو الغامق هيدعم معاكي اللون جدا 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 والطعم كمان. طبعا وحطيت رشه من الفانيليا. الفانيليا برضو لو عايزه تستغني عنها استغني عنها، مفيش مشكله، لان انا معايا نص معلقه كريم شانتيه، والكريم شانتيه بيكون فيه فانيليا، وكمان معايا كاكاو، وده طبعا هيغطي على اي ريحه في اللبن، وكمان هيديني ريحه حلوه جدا ان شاء الله للهوت شوكليت بتاعنا. بناخد بقى معلقه كده من اللبن وهو لسه بارد قبل ما نسخنه، ونروح مقلبين المكونات الجافه علشان ما تكلكعش معانا لما نحطها على اللبن وهو سخن كده. خلاص قلبنا المكونات الجافه مع معلقه اللبن. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونحط اللبن معانا على البوتاجاز لحد ما يسخن. واول ما نحس ان اللبن سخن ننزل عليه بالمكونات اللي معانا، لاني عايزاها تاخد غلوه كده في قلب اللبن، تاخد غلوه كويسه كده في قلب اللبن. واللبن طبعا لاخواتنا العرب اللي هو الحليب، احنا هنا في مصر بنقول عليه لبن. هناخد بقى المكونات بتاعتنا في اللبن وهو سخن ونديلها تقليبه. وطبعا المكونات بتاعتنا كده كده احنا مدوبينها في معلقتين من اللبن البارد، يعني دايبه خالص. اول ما هتنزل في اللبن وهو سخن هتتقلب فيه على طول، نديها تقليبه كده ونستنى بقى لحد اللبن بتاعنا ما يغلي. اول اللبن بقى ما يغلي معانا بهدي عليه النار واسيبه يغلي غلوه كمان، بخليه يعني يغلي غلوتين، وبعد كده بطفي عليه، وبيبقى كده الهوت شوكليت بتاعنا استوى. ونلحق بقى نصبه ونشربه وهو لسه سخن كده. انا بحب بصراحه المشروبات كلها تبقى سخنه جدا، خاصه في فصل الشتاء. بصراحه بتبقى جميله جدا، ما بحبش المشروبات بارده، لان طبعا الشتاء لازم تبقى المشروبات سخنه جدا عشان تدفينا. امال احنا عاملين مشروبات سخنه ليه؟ المهم بقى بنصبه بقى زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونه حلو ازاي؟ ولونه طبعا حلو كده لان انا حاطه له كاكاو خام غامق، مش حاطه له كاكاو فاتح. طبعا لو عايزه تحطي كاكاو فاتح براحتك خالص. وكمان حاطه له معلقه من الشوكولاته المبشوره، طبعا مع بعضيهم مخلين اللون بتاعه تحفه كده زي ما انتم شايفين. طبعا بقى بالنسبه للتزيين زي ما تحبي، ممكن تحطي بقى مارشميلو، ممكن تحطي كريمه لباني، ممكن تحطي اي حاجه على الوش. انا بقى كان عندي شويه كريم شانتيه كده، رحت حطاهم على الوش زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى الكريم شانتيه وهو ساقع مع الهوت شوكليت وهو سخن، يعني عارفين بقى المزيج اللي انتي بتاكلي حاجه وبتشربي حاجه كده، بجد احساس جميل جدا. لان الهوت شوكليت بتاعنا احنا بقى ايه، مدعمينه كويس جدا، مدعمينه باللبن البودر ومدعمينه بالكريم شانتيه، وكمان حاطين له شوكولاته مبشوره. طبعا كل الحاجات دي مخليه الخليط معانا، يعني الخليط تقيل كده ودسم، دسم وجميل جدا ان شاء الله. فهتشربي الكوبايه دي الصبح يبقى ما تفطريش، هتشربيها بالليل يبقى ما تتعشيش. بجد كوبايه ما شاء الله، يعني اللهم بارك، صحه وعافيه للي يشرب يا رب. وطبعا الهوت شوكليت ده زي ما انتوا عارفين في الاول واساسه كان كاكاو باللبن. كنا على طول بنعمل كاكاو باللبن ونشربه على طول بقى في الشتاء، على طول في المناسبات، في اعياد الميلاد. وبعد كده بقى الموضوع اتطور، بقينا نحط بقى عليه الاضافات اللي احنا حطيناها مع بعض دي. حطينا بقى عليه كريم شانتيه، حطينا عليه لبن باودر، حطينا عليه نشا، حطينا عليه شوكولاته مبشوره. كل دي طبعا اضافات حطيناها على الكاكاو بلبن، فادانا الهوت شوكليت في الاخر. وطبعا كلها افتكاسات عملوها في الكافيهات علشان يدوا المشروب قيمته وقيمه سعره كمان، لان هم طبعا بيقدموا المشروبات دي باسعار غاليه جدا في الكافيهات، لكن احنا طبعا ممكن نعملها في البيت باقل تكلفه. طبعا الموجود عندك هتحطيه معاكي في الهوت شوكليت بتاعك، واللي مش موجود طبعا هتستغني عنه خالص. عاوزاكم بقى تجربوا الهوت شوكليت بتاعنا وتقولوا لي رايكم فيه ايه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. صحه وعافيه لقلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.